السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف سلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن درس مهم جدا 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 عندك في المنهج، اسمه الحملة الفرنسية على مصر بقيادة واحد اسمه نابليون بونابرت. هنعرف دلوقتي إزاي الحملة الفرنسية دي جت على مصر، وهنعرف قصة الحملة الفرنسية كلها من البداية كانت ماشية إزاي. ركز كده معايا. أولا كده بيقول لك إن الحملة الفرنسية على مصر دي كانت عام 1798، قعدت لحد عام 1801. الحملة الفرنسية دي جت عام قلنا 1798، يعني كانت في القرن ال 18. عرفت منين ان هي القرن ال 18 يا مستر؟ بص معايا، لما يجيب لك تاريخ عايز تعرف هو القرن الكام، تشوف الرقمين اللي على الشمال دول وتزود عليهم واحد، يعني دول اول رقمين 17، هتحط واحد يبقى ده كده القرن ال 18. طب في النصف الاول من القرن ال 18 ولا في النصف الثاني؟ احنا عارفين ان القرن يا مستر 100 سنه. لو لقيت الرقمين دول قبل ال 50 يبقى ده النصف الاول، بعد ال 50 يبقى ده النصف الثاني. فانت عندك هو بيقول لك ان 1798 يبقى ده القرن ال 18. النص الكام؟ يا مستر ده 98، يعني اكتر من ال 50، يعني ده كده النص الثاني. يبقى انا عرفت يا مستر ان الحمله الفرنسيه جت عام 1798، يعني جت يا مستر في القرن ال 18. بص بقى، بيقول لك ان مستر كان في ضعف في الدوله العثمانيه، زي ما خدنا في الدرس اللي فات ان ضعفت الدوله العثمانيه، وحمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في داخله عوامل ضعفه كان ضعيف، وعرفنا بسبب قصر مده حكم الوالي، وعرفنا بسبب زياده سلطه الديوان والحاميه العثمانيه. فالدوله العثمانيه يا مستر بقت ضعيفه. بص بقى كده، قال لك لما الدوله العثمانيه بقت ضعيفه بقى في تنافس استعماري بين الدول اللي هم كانوا اكبر دولتين موجودين في الوقت ده. انجلترا وفرنسا دول كانوا اكبر قوتين في العالم، ودول كانوا مستعمرين، يعني كانوا بيحتلوا البلاد. بص بقى معايا، الاتنين يا مستر كانوا تنافس استعماري وبينهم مشاكل، وعلى طول بينهم مشاكل وحروب عشان خاطر مين اللي يحتل الدول الاكتر فيبقى هو القوه الاكبر. بص كده معايا، قال لك التنافس ده كان في اواخر القرن ال 17 لحد القرن ال 18. بدأ التنافس بين انجلترا وفرنسا اواخر القرن ال 17 لحد بدايه القرن ال 18. بص بقى كده، قال لك ان الحمله الفرنسيه دي جزء من هذا التنافس اللي كان بين انجلترا وفرنسا. عايزين بقى نعرف اصلا الحمله الفرنسيه دي جت ازاي. قال لك يا مستر لما الدوله العثمانيه كانت ضعيفه، القنصل الفرنسي اللي كان قاعد في مصر، قنصل زي سفير، يعني السفير الفرنسي اللي كان في مصر، بعت تقارير لحكومه الثوره الفرنسيه. يا مستر حكومه الثوره الفرنسيه دي هتاخدها لما تروح ثالثه ثانوي، هتعرف ان في فرنسا حصل ثوره فرنسيه اللي عملها ابناء الطبقه الوسطى بالتحالف مع العامه، عملوا ثوره على الحكومه الفرنسيه. تمام. فبيقول لك ان القنصل الفرنسي اللي كان قاعد في مصر لما لقى ان الدوله العثمانيه بقت ضعيفه واحوال مصر السياسيه والاقتصاديه بقت متدهوره، بعت لحكومه الثوره الفرنسيه تقرير بيقول لهم تعالوا بسرعه احتلوا مصر، الاوضاع في مصر سياسيا واقتصاديا بايظه، فتعالوا بسرعه بحمله احتلوا مصر. وفعلا يا مستر هيجي حمله عشان تحتل مصر عام 1798، والحمله دي هتكون بقياده واحد اسمه نابليون بونابرت، وده القائد الحمله الفرنسيه. ركز بقى كده معايا، يجي بقى في الامتحان يقول لك ايه هي اسباب الحمله الفرنسيه، او بما تفسر مجيء الحمله الفرنسيه. يعني ايه الحمله الفرنسيه دي اصلا جت؟ تقول لي جت عشان فرنسا عايزه تعوض مستعمراتها اللي خسرتها بان هي تعمل مستعمره جديده بعد الثوره الفرنسيه. كلمه مستعمره يعني فرنسا كانت محتليه دول، فرنسا خسرت الدول دي والمستعمرات دي. ليه؟ عشان عملت دول اوروبا اتحالفوا مع بعض ضد فرنسا، فتعاركوا مع فرنسا وعملوا حروب مع فرنسا وخسروها مستعمرات، ففرنسا خسرت مستعمرات كتير، فعايزه تعوض المستعمرات اللي خسرتها بان هي تعمل مستعمره جديده وتكون قاعدتها في مصر. تاني سبب من اسباب مجيء الحمله الفرنسيه ان فرنسا عايزه تقطع الطريق بين انجلترا وبين مستعمراتها اللي في الهند. العلاقه بين انجلترا والهند بان فرنسا تحتل مصر. بص كده معايا، قلت لك هنا انجلترا اهي ليها مستعمرات في الهند، انجلترا عشان تروح الهند كان لازم تعدي على مصر، فبالتالي لو فرنسا احتلت مصر كده انجلترا مش هتعرف تعدي عند مصر، فبالتالي مش هتعرف تروح الهند. يبقى فرنسا هتحتل مصر ليه؟ عشان تقطع الطريق
بين انجلترا وبين مستعمرتها اللي في الهند. يبقى اسباب الحمله الفرنسيه 2. اول سبب تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها بانشاء مستعمره جديده تكون قاعدتها في مصر. تاني سبب ان فرنسا عايزه تقطع الطريق بين انجلترا وبين مستعمرتها اللي في الهند. نابليون بونابرت بقى مستر ازاي هيجهز الحمله الفرنسيه دي؟ قال لك نابليون هيجهز الحمله. اول حاجه ان نابليون اعد الجيش، يعني جهز الجيش. تاني حاجه عملها انه اصطحب معاه مجموعه من العلماء والفنانين في مختلف المجالات. تاني نابليون جاب معاه علماء وفنانين في كل المجالات، في الزراعه وفي الصناعه وفي التجاره وفي الاقتصاد، في كل المجالات نابليون كان جايب معاه علماء وفنانين. ليه يا مستر نابليون جاب معاه علماء وفنانين؟ ده واحد راح يحتل، يعني معاه جيش هيروح يحارب ويروح يقتل. ليه جايب معاه علماء وفنانين؟ يجي لك في الامتحان يقول لك بما تفسر. يعني ليه نابليون اصطحب معاه مجموعه من العلماء والفنانين في مختلف المجالات؟ تقول لي جاب معاه علماء وفنانين في مختلف المجالات عشان يدرس احوال مصر في مختلف النواحي وكيفيه استغلال مواردها. يعني جاب معاه علماء زراعه وصناعه وتجاره واقتصاد وكل حاجه عشان يعرف ازاي يستغل مصر وموارد مصر ويدرس مصر من كل النواحي، من الزراعه والصناعه والتجاره والاقتصاد والعلوم والسياحه وكل حاجه والمناخ، كل حاجه في مصر. يبقى نابليون في الحمله الفرنسيه جهز الجيش. ظبطت الجيش يا نابليون؟ جاب معاه علماء وفنانين في مختلف المجالات. ليه يا نابليون جبت علماء وفنانين وانت جاي تحتل مصر؟ قال لك علشان ادرس احوال مصر في مختلف المجالات وعلشان اعرف ازاي استغل موارد مصر دي. تمام. قال لك نابليون كمان جاب معاه مطبعتين، واحدة فرنسية والتانية عربية. تاني جاب معاه مطبعتين، واحدة فرنسية والتانية عربية. يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر. يعني ليه نابليون جاب معاه مطبعتين فرنسية وعربية؟ تقول لي لطبع المنشورات للأهالي. عشان نابليون لما يحب يكلم الشعب المصري ويدي اوامر وقرارات للشعب المصري لازم يطبع لهم باللغه العربيه عشان دي اللغه بتاعتهم. فنابليون جاب معاه مطبعتين فرنسيه وعربيه. ليه؟ تقول لي لطبع المنشورات على الاهالي. وعلى فكره نابليون بونابرت قبل ما يجي اصلا مصر بعت منشور للمصريين وللمماليك قبل ما يجي اصلا مصر. ازاي؟ نابليون في المنشور ده باختصار قال ان انا جاي احرركم يا مصريين من المماليك الظلمه اللي بينهبوا مصر وبينهبوا خير مصر وبيظلموكم، وانا اعرف الله اكتر من المماليك، فانا احب الرسول محمد واحترم القران الكريم. ده الكلام باختصار في منشور نابليون بونابرت. تمام. عرفت انا ليه الحمله الفرنسيه جت عشان تعوض فرنسا عن فقدان مستعمرتها اللي خسرتها بان تعمل مستعمره جديده تكون قاعدتها مصر. جت ليه تاني؟ جت عشان تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها اللي في الهند. نابليون جهز الحمله ازاي؟ اولا اعد الجيش وجاب معاه علماء وفنانين عشان يدرس احوال مصر في مختلف النواحي ويعرف ازاي يستغل موارد مصر. عمل ايه كمان؟ جاب معاه مطبعتين، واحده فرنسيه والتانيه عربيه عشان يطبع المنشورات للاهالي. تعال بقى نشوف كده الحمله الفرنسيه دي خط سيرها كان عامل ازاي. الحمله الفرنسيه طلعت من ميناء اسمه ميناء طولون وده في فرنسا. تمام. وخلي بالك ان الحمله الفرنسيه دي طلعت سرا، يعني مفيش اي حد كان عارف الحمله دي رايحه فين. ولا الجيش يا مستر ولا الجيش ولا العلماء والفنانين ولا العلماء والفنانين، محدش كان عارف الحمله دي رايحه فين، وهقول لك ليه دلوقتي. المهم ان الحمله طلعت من ميناء طولون في فرنسا. بعد كده يا مستر خدت صقليه، بعدين راحت مالطا، بعدين كريت وضمت كريت، بعد كده وصلت مصر، واول حته دخلتها في مصر هي اسكندريه. اللي مهم عندك انك تعرف لي ان الحمله الفرنسيه ابحرت سرا من ميناء طولون. وخلي بالك من كلمه سرا دي عشان دايما بتجيلك في اختياراته صح وغلط. الحمله الفرنسيه ما طلعتش علنا، يعني ما حدش كان عارف هي رايحه فين، دي كانت طالعه سرا. ليه بقى كانت طالعه سرا؟ بص بقى دماغ الولا نابليون عارف وكان عنده شك انه لو عرف هم رايحين فين ممكن يكون في واحد خاين في الجيش ويروح يقول لانجلترا، وانجلترا لو عرفت ان نابليون هيجي يحتل مصر انجلترا هتقعد تفكر فرنسا هتحتل مصر، ولو فرنسا احتلت مصر دي كده هتأذي مستعمرات اللي في الهند. فساعتها انجلترا ما كانتش هتسكت، كانت هتطلع للحمله الفرنسيه وتتعارك معاها توقفها، ما كانتش هتخليها تروح مصر اصلا. فعشان كده نابليون طلع من ميناء طولون سرا، مرضاش يقول لحد الحمله دي رايحه فين. ليه؟ عشان خاف الخبر يوصل لانجلترا.
عشان كده نابليون طلع من ميناء طولون سرا، ما كانش حد عارف رايحه فين. بعد كده نابليون اصدر اوامره بان الحمله تتجه لمصر. بعد كده قال لهم بقى خلاص احنا رايحين مصر، لكن الاول طلع سرا عشان خايف ان الخبر يوصل لانجلترا. تمام. اول مدينه هيدخلها اخونا نابليون هي مدينه الاسكندريه. لما نابليون راح اسكندريه كان المماليك مش هناك، كان المماليك لسه في القاهره. فمين اللي هيدافع عن الاسكندريه يا مستر؟ قال لك اللي هيدافع عن اسكندريه اهل مدينه اسكندريه بزعامه محمد قريم. فبيقول لك ان هو دخل اسكندريه نابليون، قوات الحمله الفرنسيه وصلت اسكندريه قبل ما المماليك يوصلوا، لان المماليك كانوا لسه في القاهره. فاللي واجه الحمله الفرنسيه هم اهل اسكندريه تحت زعامه حاكم اسكندريه اللي كان اسمه محمد قريم، مش محمد كريم، محمد قريم. قال لك استطاعت الحمله الفرنسيه الاستيلاء على الاسكندريه. يعني لما اهل اسكندريه ومحمد قريم واجهوا الحمله الفرنسيه فشلوا في تصدي الحمله الفرنسيه. نابليون اللي كسبهم يا مستر، وكمان اعتقل السيد محمد قريم، يعني سجن محمد قريم، وبعد كده عدموا رميا بالرصاص. يعني ايه عدم رميا بالرصاص؟ دي كان طريقه من طرق الاعدام، ان في واحد هيتنفذ عليه حكم الاعدام كان يوقفوه ويجي كده عساكر من الجيش كل واحد يضربه بالنار، دي اسمها اعدام رميا بالرصاص. يبقى نابليون لما وصل اسكندريه ما كانش المماليك موجودين، المماليك كانوا في القاهره، اللي واجه نابليون هم اهل اسكندريه بزعامه حاكمها محمد قريم. اللي حصل يا مستر؟ المماليك ما كانوش لسه جم، فاللي قاوم اهل اسكندريه بس فشلوا في مقاومه الحمله الفرنسيه، والحمله الفرنسيه كسبت يا مستر، كسبت المقاومه دي واعتقلت محمد قريم، وبعد كده اعدمته رميا بالرصاص في سبتمبر 1798. الحمله الفرنسيه هتسكت؟ لا، هتواصل زحفها، يعني مشيها وخط سيرها، وهتروح القاهره يا مستر، لان دي اهم حاجه، لان القاهره هي العاصمه. قال لك الحمله الفرنسيه وصلت زحفها للقاهره، ووصلت يا مستر القاهره، وهي في الطريق قابلت قوات المماليك. خلاص بقى المماليك هيدوروا معاهم معركة اسمها شبراخيت ومعركة تانية اسمها امبابة. يبقى نابليون لما كسب أهل اسكندرية هيمشي يا مستر ويروح القاهرة، اللي قابله في وشه قوات المماليك، وهتدور بينهم معركتين، واحدة اسمها شبراخيت تانية اسمها امبابة. تعالى بقى كده نعرف معركة شبراخيت ومعركة امبابة. سمي الله. لما اجي اقول لك في الامتحان معركة شبراخيت مين ومين، تقول لي المماليك ضد الفرنسيين. يبقى أول حاجة عرفتها إن أطراف المعركة هم المماليك ضد الفرنسيين. فين شبراخيت دي؟ دي قريبة من البحيرة، في محافظة البحيرة. ماشي. أي حرب فيها ناس كسبت وناس خسرت. لما أجي أقول لك إيه نتيجة معركة شبراخيت، تقول لي هزيمة المماليك وانتصار الفرنسيين. وكمان يا مستر المماليك فروا جنوبا، يعني هربوا ناحية الجنوب علشان يدافعوا عن القاهرة، وقعدوا يعني رابطوا، يعني قعدوا عند حتة اسمها امبابة. يبقى معركة شبراخيت دي المماليك ضد الفرنسيين. فين شبراخيت؟ قريبة من البحيرة. ايه نتيجتها؟ تقول لي هزيمة المماليك وفرار المماليك جنوبا عشان يدافعوا عند القاهرة، ورابطوا يعني قعدوا عند حتة اسمها امبابة. فهتدور معركة تانية اسمها معركة امبابة. مين ومين؟ المماليك برضو والحملة الفرنسية الفرنسيين. يبقى معركة امبابة كانت بين برضو المماليك وبين برضو الفرنسيين. امبابة دي فين؟ تقول لي بالقرب من القاهرة. اي حرب فيها ناس كسبت وناس خسرت. ايه نتيجة امبابة؟ تقول لي هزيمة المماليك وانتصار الفرنسيين. وكمان مراد بيك فر للصعيد، يعني هرب وراح الصعيد. وابراهيم بيك والوالي العثماني هربوا للشام. يبقى بعد معركة امبابة اللي حصل فيها؟ تقول لي المماليك خسروا. ايه تاني؟ تقول لي مراد بيك طلع يجري وهرب للصعيد، وابراهيم بيك راح نادى على الوالي العثماني وخدوا وهربوا للشام. فيجي لك حاجة مهمة جدا، يقول لك حدث فراغ سياسي بعد معركة نقط. حدث فراغ سياسي بعد معركة نقط، تقول لي حدث فراغ سياسي في مصر بعد معركة امبابة. فراغ سياسي يعني الدولة ما بقاش فيها سياسة، ما بقاش فيها حد من الحكومة. يعني يا مستر ده فعلا حدث فراغ سياسي بعد معركة امبابة. ليه يا ابني؟ لأن مراد بيك هرب للصعيد، وابراهيم بيك ومعاه الوالي العثماني هربوا للشام. يبقى أنا عندي معركتين، معركة اسمها شبراخيت ومعركة اسمها امبابة.
مين اول معركه بين المماليك وبين الفرنسيين؟ هي شبرخيت. فين دي؟ قريبه من البحيره. ايه نتيجتها؟ تقول لي هزيمه المماليك وفروا جنوبا عشان يدافعوا عند القاهره ورابطوا عند امبابه. هتدور معركه امبابه، مماليك برضه ضد الفرنسيين برضه، بس دي في القاهره. ايه نتيجتها؟ تقول لي هزيمه المماليك تاني، ومراد بيك طلع يهرب للصعيد، ابراهيم بيك والوالي العثماني هربوا للشام. يبقى مراد بيك راح الصعيد، وابراهيم بيك والوالي العثماني هربوا للشام. يبقى حدث فراغ سياسي في مصر بعد معركه امبابه. مستر هم المماليك دول هفق للدرجه دي؟ دول تعاركوا معركتين مع الفرنسيين وخسروا، هم للدرجه دي هفق؟ لا يا عم هم مش هفق. امال ليه يا مستر المماليك خسروا امام الحمله الفرنسيه؟ تقول لي بسبب اعتمادهم على الفروسيه. يبقى المماليك خسروا امام الحمله الفرنسيه لاعتمادهم على الفروسيه، بينما استخدم الفرنسيين الاسلحه والمعدات الحديثه. يعني المماليك يا مستر كانوا بيحاربوا ازاي؟ راكبين حصان وسيف وصداده وبيتعاركوا. لكن يا مستر الفرنسيين كان معاهم مسدسات ومعاهم بنادق، فمعاهم اسلحه حديثه، فطبيعي ان فرنسا هي اللي تكسب. يبقى بما تفسر يعني ليه المماليك خسروا امام الحمله الفرنسيه؟ تقول لي بسبب اعتماد المماليك على الفروسيه، بينما اعتمد الفرنسيين على الاسلحه والمعدات الحديثه. تمام؟ تعالى بقى نحل الاسئله دي. يجي لك في الامتحان يقول لك ما النتائج المترتبه على معركه شبرخيت؟ تقول لي نتيجه شبرخيت هزيمه المماليك، والمماليك فروا جنوبا للدفاع عن القاهره وربطوا عند امبابه. طب ايه نتيجه امبابه؟ تقول لي هزيمه المماليك برضه، ومراد بيك فر يا مستر راح الصعيد، وابراهيم بيك والوالي العثماني فروا وراحوا الشام. ماذا كان يحدث اذا انهزم الفرنسيين في شبرخيت؟ لو الفرنسيين هم اللي خسروا كان ايه اللي هيحصل؟ تقول لي يا مستر لم تقم معركه امبابه وكانت انتهت الحمله الفرنسيه، كانت هتفشل خلاص وتنتهي. طب ماذا كان يحدث اذا انتصر المماليك في امبابه؟ هتقول لي برضه انتهت الحمله الفرنسيه وفشلت الحمله الفرنسيه على مصر. طيب حدد اوجه الشبه والاختلاف بين معركتي شبرخيت وامبابه. ايه الشبه بين شبرخيت وامبابه؟ الشبه يا مستر ان الاثنين كانوا بين المماليك والفرنسيين. الشبه الثاني ان الاثنين يا مستر نتيجتهم هزيمه المماليك، لكن الاختلاف ان شبرخيت كانت في البحيره لكن امبابه كانت في القاهره. ده الاختلاف. تمام؟ فخلاص يا مستر اهي دخلت الحمله الفرنسيه القاهره. الحمله الفرنسيه خلاص وصلت القاهره. بعد معركة ايه؟ تقول لي بعد معركة امبابة. لما كسبوا في معركة امبابة دخلوا القاهرة. ماشي. قال لك نابليون بونابرت دخل القاهرة في يوليو 1798. تمام. قال لك لما دخل القاهرة أمن العلماء ومشايخ الجامع الأزهر على أرواحهم وأموالهم. وخلي بالك من الحتة دي عشان نحتاجها تاني. نابليون لما دخل أمنهم على الأرواح والأموال، لكن بعد كده يا مستر نابليون مش هينفذ وعده معاهم وهيبتدي يفرض عليهم ضرائب. يبقى نابليون مش هيلتزم بوعده بكلامه مع العلماء والمشايخ بتوع الأزهر. يبقى أول لما دخل أمنهم على الأرواح والأموال، لكن بعد كده ما التزمش معاهم يا مستر. بعد كده ما التزمش معاهم وهيفرض عليهم ضرائب، وهنعرفه ازاي دلوقتي. قال لك كمان نابليون دخل القاهره. لما دخل القاهره بعت قواته لباقي اجزاء مصر. خلاص وصل القاهره كده احتل مصر، قعد بقى يبعت الجيش بتاعه في باقي اجزاء مصر ومحافظات مصر عشان يستولوا على مصر كلها ويسيطر على مصر كلها. قال لك اثناء ذلك حدث حاجه مهمه جدا، ان الاسطول الانجليزي انجلترا وصل لها خبر وصول الحمله الفرنسيه في مصر. انجلترا وصل لها الخبر ان نابليون بونابرت جاب حمله واحتل مصر. فكده انجلترا هتقول يا لهوي ده احتل مصر يعني هيأذي مصالحي في الهند. فقامت جايه انجلترا جايه يا مستر وراحت ابو قير، وهتدور معركه بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي اسمها معركه ابو قير البحريه. تعالى بقى وركز معايا قوي في معركه ابو قير البحريه. معركه ابو قير البحريه لما اقول لك مين ومين تقول لي بين الاسطول الانجليزي اللي كان قائدها اسمه نيلسون وبين اسطول الحمله الفرنسيه. فين مكانها؟ في خليج ابو قير، عشان كده سميناها معركه ابو قير. نتيجه معركه ابو قير البحريه يجي لك في الامتحان يقول لك ما النتائج المترتبه على معركة أبو قير البحرية. تقول لي نتيجتها يا مستر تحطم وإغراق الأسطول الفرنسي. الأسطول الفرنسي يا مستر حطموه وغرقوه. الأسطول الإنجليزي كسر وحطم وغرق الأسطول الفرنسي. كمان يا مستر الأسطول الإنجليزي حاصر الشواطئ المصرية.
الاسطول الانجليزي بقياده نيلسون هو اللي سيطر على الشواطئ المصريه، وهو اللي احتلها وسيطر عليها وحاصر الشواطئ المصريه. يجي لك بقى سؤال في الامتحان مهم قوي، بالله عليك يا شيخ ركز معايا. يجي يقول لك ما النتائج المترتبه، يعني ايه اللي حصل؟ ما النتائج المترتبه على حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه. يعني ايه اللي حصل لما انجلترا هي اللي حصرت الشواطئ المصريه؟ تقول لي يا مستر ان اللي حصل اول حاجه القضاء على امال فرنسا في السيطره على سواحل البحر المتوسط. خلاص يا مستر، فرنسا كده املها وطموحها في ان هي تسيطر على سواحل البحر المتوسط خلاص يا مستر مش هينفع الموضوع ده، املها اتقضى عليها، فشلت في الموضوع ده. ليه يا ابني فشلت فرنسا؟ ليه فشلت فرنسا في ان هي تسيطر على البحر المتوسط؟ لان خلاص يا مستر اللي سيطر عليه الاسطول الانجليزي. يبقى اول نتيجه من حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه، تقول لي نتيجه حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه هو القضاء على امال فرنسا في السيطره على البحر المتوسط. طب لما الاسطول الانجليزي حصر الشواطئ المصريه بعد ابو قير البحريه، نتيجته ايه تاني؟ تقول لي حرمان الحمله الفرنسيه من امدادات فرنسا لها. خلاص يا مستر كده فرنسا مش هتعرف تبعت حاجه للحمله الفرنسيه اللي موجوده في مصر. ليه يا ابني مش هتعرف؟ تقول لي يا مستر مش هتعرف عشان خاطر فرنسا اسطولها غرق واتحطم واتكسر. فازاي فرنسا هتبعت للحمله حاجات؟ ما الاسطول اتدغدغ يا مستر، وخلاص يا مستر اللي سيطر على السواحل البحر المتوسط انجلترا، فاكيد انجلترا هتمنع اي امدادات من فرنسا، مش هتخلي فرنسا تبعت اي امدادات للحمله الفرنسيه، لا هيعرفوا يدوم اكل ولا شرب ولا سلاح ولا جيش ولا اي حاجه خالص. يبقى نتيجه حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه بعد ابو قير البحريه، او النتيجه القضاء على امال فرنسا في السيطره على سواحل البحر المتوسط. تاني حاجه حرمان الحمله الفرنسيه من امدادات فرنسا له. تالت حاجه شعور الجنود الفرنسيون بانهم محاصرون داخل مصر. الجنود الفرنسيين اللي محتلين مصر حسوا وشعروا ان هم محاصرين داخل مصر، لا هيعرفوا يخرجوا منها ولا في حد هيعرف يدخل لهم. ليه؟ لان اسطولهم متكسر. اسطول يعني سفن ومراكب، السفن بتاعتهم اتكسرت، فهيطلعوا من مصر ازاي؟ السفن اللي كانوا جايين بيها، المواصلات اللي كانوا جايين بيها اتكسرت، فهم لو حبوا يطلعوا من مصر يا مستر رجعوا فرنسا تاني، هيطلعوا ازاي واسطولهم متكسر؟ فحسوا ان هم خلاص اتحبسوا ومحاصرين داخل مصر. رابع نتيجة توقفت حركة التجارة الخارجية لمصر. يجي اقول لك في الامتحان ما العلاقة بين معركة ابو قير البحرية والتجارة الخارجية لمصر؟ ايه العلاقة بينهم؟ تقول لي يا مستر العلاقة بين ابو قير البحرية والتجارة الخارجية ان بعد معركة ابو قير البحرية حاصر الاسطول الانجليزي الشواطئ المصرية، مما ادى الى توقف حركة التجارة في مصر. خلاص مش هيعرفوا يتاجروا ولا يعرفوا يطلعوا بره، لان اللي محاصر الشواطئ المصريه الاسطول الانجليزي. فركز معايا تاني، عرفت ان عندي معركه اسمها ابو قير البحريه، ان يا مستر بعد نابليون لما دخل القاهره انجلترا عرفت ان نابليون والحمله الفرنسيه جت مصر، فقامت جايه انجلترا جايه وراحت ابو قير وكسرت وحطمت الاسطول الفرنسي. معركه ابو قير البحريه مين قائدها؟ تقول لي اسطول انجليزي ضد الاسطول الفرنسي، وقائد الاسطول الانجليزي اسمه نيلسون. ايه نتيجتها؟ تقول لي تحطم واغراق الاسطول الفرنسي، كسروه وحطموه خالص، اللي هي المواصلات اللي كانوا جايين بيها. طب ايه تاني اللي حصل؟ تقول لي يا مستر ان الاسطول الانجليزي هو اللي حاصر الشواطئ المصريه. طب ده ليه نتيجه يا ابني؟ يعني لما هم حاصروا الشواطئ المصريه ده عمل حاجه؟ تقول لي ده عمل حاجات يا مستر. اول حاجه ده كده قضى على امال فرنسا في السيطره على سواحل البحر المتوسط. تاني حاجه حرم الحمله الفرنسيه من امدادات فرنسا له، كده فرنسا لما تحب تبعت حاجه للحمله الفرنسيه مش هتعرف. كمان يا مستر الجنود الفرنسيون حسوا بانهم محاصرين داخل مصر، لان اسطولهم اللي كانوا جايين بيه مواصلاتهم اتكسرت، فلو حبوا يطلعوا من مصر مش هيعرفوا، فكده هم اتحبسوا في مصر. رابع نتيجه توقفت حركه التجاره الخارجيه لمصر. دي نتائج معركه ابو قير البحريه. ماشي، يجي يقول لك ماذا يحدث اذا؟ ايه اللي كان هيحصل لو الاسطول الفرنسي ما كانش اتدمر؟ كان ايه اللي هيحصل لو الاسطول الفرنسي ما كانش اتدمر؟ تشوف ايه اللي حصل وتحط قبليه كلمه لم. يبقى هتقول لي اول حاجه لم يتم القضاء على امال فرنسا في السيطره على سواحل البحر المتوسط، لم يتم حرمان الحمله الفرنسيه من امدادات فرنسا لها، لم يشعر الجنود الفرنسيون بانهم محاصرون داخل مصر، لم تتوقف حركه التجاره الخارجيه في مصر. يبقى هتشوف اللي حصل وتحط قبليه كلمه لم. تمام.
بعد كده هنشوف بقى مقاومات الشعب المصري. الشعب المصري هيبتدي يقاوم ويكافح ضد الحمله الفرنسيه. كانت اول مقاومه طبعا اهل اسكندريه بزعامه محمد قريب. تاني مقاومه يا مستر هم ابناء الصعيد، حبايبنا الصعايده يا باشا، اهل سوهاج وقنا والمنيا. بيقول لك يا محترم بقى، كلمه مقاومه يعني رفض الشعوب للاحتلال. انت دلوقتي لو معاك تليفون وانا بحاول اشده منك، انت هتقعد تعافر معايا رافض ان انا اخد منك التليفون. فكلمه مقاومه يعني رفض الشعوب للاحتلال. الشعب مش موافق على الاحتلال ده، انت ازاي تيجي تحتل بلدنا وتاخد بلدنا؟ يبقى مقاومه يعني رفض الشعوب للاحتلال، ومظاهرته يعني يعملوا قدامه مظاهرات، ودفعه يعني اخراجه عن البلاد. يبقى مقاومه هو رفض الشعوب للاحتلال ومظاهرته واخراجه عن البلاد بمختلف الوسائل. يبقى يعني مقاومه رفض الشعوب للاحتلال ومقاومته واخراجه عن البلاد بمختلف الوسائل. ده تعريف كلمه مقاومه، وتعريف مهم. هيبقى عندنا مقاومه اهل الصعيد. الصعايده يا مستر تعالى بقى بص عشان هنا جامده جدا. الصعايده هيواجهوا الحمله الفرنسيه، تفتكر هيخسروا زي اهل اسكندريه؟ قال لك ده اللي هنشوفه بقى دلوقتي. بيقول لك اخفقت القوات الفرنسيه في اخضاع اهل الصعيد. يعني القوات الفرنسيه فشلت في ان هي تخضع وتسيطر على اهل الصعيد. يا باشا الصعايده دول ما فيش حل معاهم. القوات الفرنسيه فشلوا في السيطره على الصعيد. ليه؟ يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع اهل الصعيد. تقول لي فشلوا في اخضاع الصعيد لان اهل الصعيد اتبعوا حرب مهمه اسمها حرب المناوشات والمعارك المتفرقه. يعني ايه يا مستر حرب المناوشات والمعارك المتفرقه؟ يعني اضرب واجري. يعني الصعايده كانوا يضربوا الفرنسيين شويه ويطلعوا يجروا، عبال ما الفرنسيين يروحوا لهم. طبعا الفرنسيين دول يا باشا عينهم بقى خضراء وشعرهم اصفر وبياكلوا بيتزا وكرواسون، فناس فرافير يا باشا. فاهل الصعيد بقوا بيعملوا حرب اسمها حرب المناوشات والمعارك المتفرقه، يعني يضربوهم ويطلعوا يجروا، وعبال ما الفرنسيين يجروا الناحيه الثانيه كانوا بيتعبوا. وده طبعا بسبب طول الوادي اللي انهك يعني اتعب القوات الفرنسيه، كانوا بيضربوهم ويطلعوا يجروا. فبسبب طول الوادي طبعا الفرنسيين فرافير، فتعبوا يا مستر وقواتهم تعبت وانهكت يعني تعبت. فيجي لك في الامتحان يقول لك ليه؟ يعني بما تفسر فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع اهل الصعيد. ليه فشلوا في اخضاع اهل الصعيد؟ تقول لي بسبب اتباع اهل الصعيد حرب اسمها المناوشات والمعارك المتفرقه. اسمها ايه؟ المناوشات والمعارك المتفرقه التي انهكت قوه الفرنسيين، يعني خلت الفرنسيين يفرهدوا ويتعبوا يا مستر بسبب طول الوادي. يبقى في عامل جغرافي كان مهم، حاجه تخص الجغرافيا هي ربنا خلقها، اللي هو طول الوادي، ده عامل جغرافي. ده كان سبب في فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع الصعيد. يبقى لما اجي اقول لك في الامتحان ليه حمله فرنسيه ما عرفتش تسيطر على الصعيد؟ تقول لي لان اهل الصعيد اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقه التي انهكت قوات الحمله الفرنسيه بسبب طول الوادي. كلام جميل. ونتج عن ذلك تعاظم الشعور الوطني للمصريين ضد الحمله الفرنسيه والاحتلال الفرنسي. فيجي لك في الامتحان يقول لك ما النتائج المترتبه على فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع اهل الصعيد. فرق بين بما تفسر فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع الصعيد وما النتائج على فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع الصعيد. شفت السؤال هو الفرق ان ده بما تفسر وده ما النتائج. لما اقول لك بما تفسر فشلوا في اخضاع الصعيد، يعني ليه فشلوا في اخضاع الصعيد؟ تقول لي عشان اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقه وطول الوادي. اللي حصل يعني ما النتائج؟ اللي حصل لما فشلوا في اخضاع الصعيد تقول لي ادى الى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي اتجاه الاحتلال الفرنسي. ان المصريين يا مستر بقى عندهم كده خلاص عزه نفس، وحسوا ان هم عادي ممكن يكسبوا الفرنسيين ويطلعوهم من مصر، فادى لنمو الشعور الوطني ان هم لازم يدافعوا عن بلدهم ويقفوا قدام الاحتلال الفرنسي. يبقى لما اقول لك ليه يعني بما تفسر فشل الحمله الفرنسيه في اخضاع الصعيد، بما تفسر تقول لي بسبب اتباع اهل الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقه التي انهكت قوه الحمله الفرنسيه بسبب طول الوادي. لكن لما اقول لك ما النتائج على فشلهم في ان هم يسيطروا على الصعيد
تقول لي ادى الى نمو الوعي القومي لدى المصريين اتجاه الاحتلال الفرنسي ان هم لازم يدافعوا عن بلدهم. تمام، اهو بيقول لك ما النتائج المترتبه على فشل الفرنسيين في اخضاع اهل الصعيد. هتروح بقى انت هنا تقول لي بسبب طول الوقت؟ لا، انا ما بقولكش بما تفسر، ما بقولكش ليه فشلوا، انا بقول لك ايه اللي حصل لما فشلوا. تقول لي يا مستر ما النتائج يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما الفرنسيين فشلوا في اخضاع الصعيد تقول لي ده ادى لتعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي اتجاه الحمله الفرنسيه. تمام، يبقى اول مقاومه هي مقاومه اهل اسكندريه، تاني مقاومه هي مقاومه اهل الصعيد، التالتة هتكون ثوره اسمها ثوره القاهره الاولى. ركز معايا، دي كانت في اكتوبر عام 1798. فين مركزها؟ طلعت منين؟ تقول لي طلعت من الازهر الشريف. تمام، ايه اسباب ثوره القاهره الاولى؟ اكتب عندها مهم حفظ جدا جدا جدا، لازم تبقى عارف اسباب ثوره القاهره الاولى. يجي لك في الامتحان يقول لك بما تفسر، يعني ليه قامت، بما تفسر قيام ثوره القاهره الاولى. ليه قامت ثوره القاهره الاولى؟ تقول لي بسبب فرض نابليون الضرائب على المصريين. كمان ان جنود نابليون فتشوا البيوت بحثا عن الاموال. كمان هدموا ابواب الحارات عشان يطاردوا عناصر المقاومه اللي بتدافع عن مصر ضد الاحتلال الفرنسي. كمان هدموا الكثير من المباني والاثار والمساجد بحجه ان هم بيحصنوا القاهره. بص بقى كده معايا، ركز معايا. اسباب الحمله الفرنسيه اول سبب ان نابليون فرض ضرائب على المصريين. يبقى كده نابليون التزم بوعده مع العلماء ومشايخ الازهر؟ لا، انا مش قلت لك ان نابليون اول لما دخل مصر امن العلماء والمشايخ والمصريين على الارواح والاموال؟ لكن بعد ثوره القاهره الاولى لم يلتزم نابليون بعهده مع العلماء والتجار والمشايخ، العلماء والمشايخ. نابليون ما التزمش بعهده مع العلماء والمشايخ. ليه؟ تقول لي حيث انه فرض الضرائب على المصريين. طب يا مستر هو ليه نابليون فرض ضرائب على المصريين؟ عشان الامدادات اتقطعت عنه. مش انا قلت لك ان بعد ابو قير البحريه تم قطع الامدادات عن فرنسا؟ ففرنسا يا مستر الحمله الفرنسيه معهاش فلوس، عايزه اكل، عايزه سلاح، عايزه احتياجات، وفرنسا مش عارفه تبعتها لها بسبب تحطيم الاسطول الفرنسي في ابو قير البحريه. فكده خلاص الحمله الفرنسيه ما قدامهاش اي حاجه غير ان هي تفرض ضرائب على المصريين عشان تاخد منهم فلوس، عشان مش عارفين ياخدوا امدادات من فرنسا. تاني حاجه يا مستر بيقول لك ان الجنود الحمله الفرنسيه ابتدوا يفتشوا البيوت، يعني يخشوا على البيوت يهجموا عليها ويدوروا على الفلوس اللي موجوده. قال لك فتشوا البيوت بحثا عن الاموال. كمان هدموا ابواب الحارات. كان زمان كل حاره يعني كل شارع بيبقى ليه باب كده بيتفتح في ميعاد معين وبيتقفل في ميعاد معين. تمام، قال لك بقى الفرنسيين جنود الحمله الفرنسيه كسروا ابواب الحارات عشان يفضلوا يجروا ورا عناصر المقاومه اللي هم المصريين اللي بيقاوموا ضد الاحتلال. كمان يا مستر الفرنسيين هدموا الكثير من المباني والاثار والمساجد. ليه عملتوا كده؟ قال لك احنا بنحصن القاهره، بنحمي القاهره عشان نعمل اسوار بدل الحاجات دي. فيجي في الامتحان يقول لك ليه قامت ثوره القاهره الاولى؟ بما تفسر قيام ثوره القاهره الاولى. تقول لي بسبب فرض نابليون الضرائب الفادحه يعني الكتير على المصريين، وبسبب قيام الجنود الفرنسيين بتفتيش البيوت بحثا عن الاموال، وبسبب هدمهم ابواب الحارات عشان يطاردوا عناصر المقاومه، وبسبب هدمهم للمباني والاثار والمساجد بحجه تحصين القاهره. دي اسباب ثوره القاهره الاولى. طب ايه احداثها؟ فرق بين اسباب القاهره الاولى واحداث القاهره الاولى ونتائج القاهره الاولى. الاسباب احنا عرفناها، تعال نعرف احداث ثوره القاهره الاولى. قال لك صار الاهالي ضد الفرنسيين، يعني غضب الاهالي ضد الفرنسيين، وكمان اشتدت المقاومه وامتدت الثوره الى الاقاليم المجاوره. يعني طلعت مستر من القاهره من الازهر الشريف، بعد كده ابتدت تمتد وتنتشر في كل الاقاليم والمحافظات اللي موجوده في مصر. كمان يا مستر قتلوا حاكم القاهره الفرنسي. المصريين قتلوا حاكم القاهره الفرنسي اللي كان اسمه ديبوي. كل دي احداث الثوره. المصريين يا مستر غضبوا واشتدوا في المقاومه، والثوره يا مستر انتشرت في كل المحافظات، وقتلوا حاكم القاهره الفرنسي اللي كان اسمه ديبوي. الفرنسيين يا مستر استخدموا سياسه القمع والارهاب لاخماد الثوره، يعني ابتدوا يستخدموا العنف والضرب والقتل عشان يخمدوا الثوره، يعني عشان يوقفوا الثوره.
انتوا مش عايزين تسكتوا، مش عايزين توقفوا الثوره دي، ففرنسا ابتدت تستخدم القمع والارهاب والتخويف، وابتدت تستخدم القوه والعنف عشان تخمد الثوره. كمان الفرنسيين هيعملوا حاجه مستفزه جدا، قال لك الفرنسيين دخلوا الجامع الازهر بخيولهم. طبعا الجامع حاجه مهمه بالنسبه لنا، خلي بالك كمان ده الجامع الازهر. تمام؟ قال لك الفرنسيين لما دخلوا الجامع الازهر بخيولهم، ايه نتيجتها؟ يجي يقول لك ما النتائج المترتبه على دخول الفرنسيين الجامع الازهر بخيولهم. يعني ايه اللي حصل؟ لما الفرنسيين دخلوا الجامع الازهر بالخيل وبالحصنه بتاعتهم، تقول لي مما ادى الى اثاره الشعور الديني لدى المصريين. المصريين اتغلوا واتغاظوا جدا وغاروا على دينهم جدا، انتوا ازاي تخشوا الجامع الازهر بخيولكم؟ فيجي لك في الامتحان يقول لك ما النتائج المترتبه. يعني ايه ما النتائج؟ يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما الحمله الفرنسيه والفرنسيين دخلوا الجامع الازهر بخيولهم، تقول لي ادى الى اثاره الشعور الديني لدى المصريين. عرفت اسباب ثوره القاهره الاولى، عرفت احداث ثوره القاهره الاولى. تعال نعرف نتيجه ثوره القاهره الاولى. قال لك نتيجتها اعدام الكثير من الاهالي والثوار. جابوا الفرنسيين الاهالي المصريين والناس الثوار، يعني اللي كانوا عاملين ثوره، واعدموهم. كمان فرضوا غرامات ماليه على التجار والعلماء. يبقى كده يا مستر لم يلتزم، اكتبها، لم يلتزم نابليون بوعده او بعهده مع العلماء والمشايخ. ازاي؟ دلل. يجي لك يقول لك في الامتحان دلل، يعني اديني دليل ان نابليون ما التزمش بكلامه مع العلماء يا مستر. تقول لي حيث انه عندما دخل القاهره امنه مع الارواح والاموال، ولكن بعد ثوره القاهره الاولى فرض عليهم الاموال والضرائب. يبقى كده فعلا نابليون ما التزمش بكلامه معاهم. كمان يا مستر نتيجة ثورة القاهرة الأولى إنه تم شروع القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. هيبتدوا بقى يحصنوا ويأمنوا مدينة القاهرة. يبقى أنت عندك ثورة اسمها ثورة القاهرة الأولى، ليها أسباب، ليها أحداث، ليها نتائج. مركزها فين؟ مركزها الأزهر الشريف. إيه أسبابها؟ يعني بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى. بما تفسر يعني أسباب. أسبابها تقول لي بسبب فرض نابليون الضرائب الفادحة على المصريين، وبسبب قيام الجنود الحملة بتفتيش البيوت بحثا عن الأموال، وبسبب هدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة، وبسبب هدم الكثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. إيه دي أسبابها؟ إيه بقى أحداثها؟ تقول لي صار الأهالي على الفرنسيين واشتدت المقاومة وقتلوا حاكم فرنسا اللي كان اسمه ديبوي. تمام؟ ايه تاني؟ تقول لي ان استخدم الفرنسيين سياسه القمع والارهاب عشان يخمدوا الثوره، ابتدوا يستخدموا العنف يا مستر. كمان يا مستر الفرنسيين دخلوا الجامع الازهر بخيولهم، يعني بالحصنه، وده نتيجته ايه؟ انه ادى الى اثاره الشعور الديني لدى المصريين. ادي الاسباب وادي الاحداث. نتيجتها تقول لي اعدام الكثير من الاهالي والثوار. كمان نابليون فرض الضرائب على العلماء والتجار. كمان يا مستر نابليون وقواته شرعوا، يعني ابتدوا يحصنوا مدينه القاهره. صعبه؟ كلام جميل. بعد كده بقى الحمله الفرنسيه يا مستر هتبتدي تروح الشام. هي كده احتلت مصر وكمان عايزه تروح تحتل الشام، فهيحصل حمله فرنسيه على الشام، وده كان في عام 1799، يعني في النصف الاخير من القرن ال 18. تمام؟ وهيبتدوا يا مستر اهو يخشوا على القرن ال 18. خلاص فاضل، هيبقى فاضل ايه؟ سنه تبقى 100، يبقوا في النصف الاول من القرن ال 18، فاضل لهم سنه ويبقوا في القرن ال 18. قال لك يا مستر الحمله الفرنسيه راحت الشام عام 1799 ميلاديه. قال لك يا مستر ان الدوله العثمانيه اتحالفت مع انجلترا وروسيا. ركز معايا، ما هي الدوله العثمانيه دي كانت بتحكم مين ومين؟ مصر والشام. ايه ده يا مستر؟ ازاي؟ تعالى بقى كده ارجع بالدرس كده لورا، الدرس الاول. هي مصر والشام كانوا تحت حكم مين؟ تحت حكم المماليك يا مستر، صح؟ صح. وخسروا يا مستر من السلطان العثماني سليم الاول، صح؟ صح يا مستر. ولما خسروا منهم يا مستر سليم الاول خد منهم مصر وخد منهم الشام، فقامت الدوله العثمانيه. فالدوله العثمانيه بتحكم مصر والشام، يبقى الدوله العثمانيه بتحكم مصر والشام. فالحمله الفرنسيه جت مصر، خدت مصر، وكمان رايحه تاخد ايه؟
الشام. فكده يا مستر السلطان العثماني مش هيسكت، فعمل تحالف واتفاق مع انجلترا وروسيا، قال لهم انا هعمل معاكم اتفاق ونقفوا احنا الثلاثه مع بعض عشان نطلع الحمله الفرنسيه من مصر بالقوه العسكريه. تعالوا بقى نقفوا مع بعض كده احنا الثلاثه ضد فرنسا عشان نطلعها من مصر. يبقى لما وصلت الحمله الفرنسيه الشام ايه اللي حصل؟ تقول لي تحالفت الدوله العثمانيه مع انجلترا وروسيا. بما تفسر ليه تحالفت الدوله العثمانيه مع انجلترا وروسيا؟ تقول لي عشان يخرجوا الفرنسيين من مصر بالقوه. تمام؟ تمام. طبعا الدوله العثمانيه عايزه تطلع فرنسا عشان هتحتل مصر والشام بلدها. طب انجلترا يا مستر مالها؟ ما هي قلنا انجلترا مأذيه من الاحتلال ده. ليه؟ لان فرنسا يا مستر لما احتلت مصر هي كده قطعت الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند، فكمان انجلترا يا مستر مأذيه من الحمله الفرنسيه، فهتساعدنا مش عشان حبا فيه، عشان مصالحها هي، عشان بسبب وجود الحمله الفرنسيه انجلترا يا مستر كده مش عارفه تروح مستعمراتها اللي في الهند. فهيحصل تحالف بين الدوله العثمانيه وبين انجلترا وبين روسيا عشان يطلعوا الحمله الفرنسيه من مصر بالقوه العسكريه. هيعملوا ايه بقى؟ قال لك هيبعتوا حمله بحريه وحمله بريه. يبقى هيبعتوا كام حمله؟ 2، واحده بحريه والتانيه بريه. قال لك الحمله البحريه هتروح مصر من جهه الشمال، يعني من جهه البحر المتوسط، عن طريق جزيره اسمها جزيره رودس، دي البحريه. طب الحمله البريه قال لك هتروح مصر بس من جهه الشرق بقى عن طريق الشام. يبقى الدوله العثمانيه تحالفت مع انجلترا وروسيا ليه؟ عشان تطلع فرنسا من مصر. هيبعتوا كام حمله؟ 2، واحده بحريه والتانيه بريه. البحريه رايحه مصر منين؟ من الشمال، من عند البحر المتوسط عن طريق جزيره رودس. طب البريه هتروح مصر بس من الشرق عن طريق الشام. تمام. تعال نعرف ايه هي اسباب الحمله الفرنسيه على الشام. فرق بين اسباب الحمله الفرنسيه على مصر واسباب الحمله الفرنسيه على الشام. ايه هي اسباب الحمله الفرنسيه على مصر؟ قلنا رغبه فرنسا في ان هي عايزه تعوض مستعمراتها اللي خسرتها بان تعمل مستعمره جديده في مصر، وعشان عايزه تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها اللي في الهند. دي اسباب الحمله الفرنسيه على مصر. ايه هي بقى اسباب الحمله الفرنسيه على الشام؟ تقول لي اسباب الحمله الفرنسيه على الشام ان نابليون عايز يقضي على الجيش العثماني اللي جاي من الشام، اللي هو الحمله البريه اللي لسه قايلينه من شويه. نابليون عايز يقضي عليه قبل ما يوصل لمصر. نابليون مشى بمبدأ تعالى نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. نابليون عارف ان هيجي حمله من الشام، حمله بريه عشان تضربه وتطلعه من مصر، فقال لك بدل ما انا استناهم يجوا يضربوني انا اللي هروح لهم واضربهم انا. عشان كده راح الحمله الفرنسيه على الشام. يبقى بما تفسر ذهاب او مجيء الحمله الفرنسيه على الشام. ليه حصل حمله فرنسيه على الشام؟ تقول لي بسبب رغبه نابليون في القضاء على الجيش العثماني اللي جاي من الشام، اللي هو الحمله البريه، عايز يقضي هو عليه قبل ما الحمله دي تصل هي مصر. يبقى اسباب الحمله الفرنسيه على الشام مهمه. ايه اسباب الحمله الفرنسيه على الشام؟ تقول لي رغبه نابليون في القضاء على الجيش العثماني، الحمله البريه، قبل ان تصل لمصر. تمام. تعال نعرف خط سير الحمله الفرنسيه على الشام وايه اللي حصل فيها. قال لك نابليون كده هو رايح كده على الشام، خد في سكته كده واستولى على عريش وغزه. يبقى نابليون وهو رايح الشام استولى على عريش وغزه. نابليون كمان حاصر حته ومدينه اسمها يافا، حاصرها حصار شديد جدا. بعد ما استولى عليها واعدم جميع افراد حاميتها. كل اللي كان بيحمي يافا نابليون بعد ما استولى عليها جاب كل اللي كانوا بيحموها وخلص عليهم واعدمهم، رغم اعطائه له الامان. يعني في الاول يا باشا الناس دي كان مديهم الامان، بعد كده نابليون غفلهم وذبحهم وعمل اكبر واعظم مذبحه بشريه اللي سميت بمذبحه يافا البشريه. يبقى نابليون وهو رايح على الشام استولى على عريش وغزه وحاصر مدينه اسمها مدينه يافا. بعد ما حاصرها استولى عليها واعدم جميع افراد حاميتها وعمل اكبر مذبحه بشريه اسمها مذبحه يافا البشريه. تمام. ايه نتيجه مذبحه يافا البشريه؟ يعني ايه اللي حصل يا مستر لما نابليون قتل وذبح بتوع يافا؟ تقول لي ادى الى استبسال اهلها في الدفاع عن مدينتهم. ابتدوا يقاوموا وخلاص ما بقاش عندهم حاجه يخسروها وابتدوا يدافعوا عن مدينتهم. قال لك نابليون هيروح بقى في حته اسمها عكا وحاصر عكا.
لكنه فشل في دخول عكا، زي ما فشل في إخضاع أهل الصعيد. استنتاج ده بقى مهم جدا. يبقى نابليون كده فشل في إخضاع أهل الصعيد وأهل عكا. يبقى نابليون ما قدرش يستولى على مين ويخضع مين؟ تقول لي ما قدرش يستولى على أهل الصعيد ولا عرف يستولى على عكا. ليه يا مستر نابليون ما عرفش يستولى على عكا؟ انا عرفت انه ما عرفش يستولى على اهل الصعيد بسبب اتباعهم حرب المناوشات والمعارك المتفرقه اللي انهكت قوات الفرنسيين بسبب طول الوادي. ليه بقى ما عرفش ياخد عكا يا مستر؟ تقول لي بسبب مقاومه واستبسال اهالي عكا. اهل عكا ابتدوا يقاوموا ويدافعوا عن بلدهم بقياده احمد باشا الجزار، وكمان مساعده الاسطول البريطاني وامداده لعكا بالمؤن والذخائر. بريطانيا يا مستر ابتدت تساعد اهل عكا وتديهم اكل وشرب وسلاح وجيش ومعدات. فطبعا فرنسا ما عرفتش تستولى على عكا. يبقى نابليون رايح بحمله على الشام. ليه يا نابليون؟ قال لك عشان عايز اقضي على الجيش العثماني قبل ما هو يصل مصر. خلاص يا نابليون روح الشام. عملت ايه؟ قال لك خدت العريش وخدت غزه. عملت ايه تاني؟ حاصرت يافا واستوليت عليها واعدمت جميع افراد حميتها. بعد كده نابليون راح عكا بس ما عرفش يفتح عكا ويدخل عكا. بما تفسر فشل نابليون في دخول عكا؟ تقول لي ما عرفش يخشها بسبب مقاومه اهلها بقياده احمد باشا الجزار، وبسبب مساعده الاسطول الانجليزي لعكا انه كان بيديهم مؤن وذخائر. فيجي لك في الامتحان يقول لك ما العلاقه بين الاسطول الانجليزي وفشل الحمله الفرنسيه في دخول عكا؟ تاني ما العلاقه بين الاسطول الانجليزي وفشل نابليون في دخول عكا؟ تقول لي يا مستر العلاقه ان فشل نابليون في دخول عكا بسبب مساعده الاسطول الانجليزي لاهل عكا. يبقى ليه نابليون فشل في دخول عكا؟ تقول لي بسبب مساعده الاسطول الانجليزي لاهل عكا. ففشلت ايه؟ الفرنسيين في دخول عكا. في اي مشكله؟ تمام. ايه بقى نتيجه الحمله الفرنسيه على الشام؟ نتيجة الحملة الفرنسية على الشام يا مستر إن فشلت الحملة الفرنسية على الشام. خلاص فشلت الحملة. ليه؟ عشان ما دخلوش عكا يا مستر. يبقى فشلت الحملة الفرنسية على الشام. القلم هيروح فين؟ على الطير ولا إيه؟ يبقى فشلت الحملة الفرنسية على الشام. ليه؟ عشان ما عرفوش يخشوا عكا. يبقى لما أجي أقول لك في الامتحان ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية على الشام؟ تقول لي فشلت الحملة الفرنسية على الشام لعدم دخولها عكا. قال لك دي نتيجتها دي بس. يبقى نتيجة الحملة الفرنسية على الشام فشلت الحملة الفرنسية بسبب عدم دخولها عكا. ماشي. قال لك نابليون بقى وهو راجع من الشام وهيروح تاني مصر قبله الاسطول العثماني اللي كان جاي من جزيرة رودس اللي هو كان الحملة البحرية. صح ولا لا؟ مش قلنا ان هيجي له حملة بحرية من الشمال من البحر المتوسط من جزيرة رودس؟ فنابليون مثلا لما راح الشام وما عرفش يخش عكا وما عرفش يستولى على الشام، قال لك خلاص مش مهم الشام، انا هرجع تاني مصر. نابليون وهو راجع مصر قابله الاسطول يا مستر والحمله البحريه اللي كان جايه من جزيره رودس. قابله في ابو قير، فتوجه نابليون بقوته اليهم ودارت معركه تانيه اسمها ابو قير البريه. ولا في معركه اسمها ابو قير البحريه وفي معركه اسمها ابو قير البريه. فرق بين الاثنين الله يسترك. يبقى نابليون راح الشام. ليه نابليون راح الشام؟ قال لك عشان عايز اقضي على الجيش العثماني قبل ما هو يصل مصر ويقضي هو عليا، فانا اروح انا اقضي عليه في الشام. وانت رايح الشام عملت ايه يا نابليون؟ قال لك يا مستر انا خدت غزه وخدت العريش. يبقى نابليون وهو راح الشام خد العريش وخد غزه وحاصر مدينه اسمها يافا واستولى عليها واعدم كل الناس اللي فيها وعمل مذبحه اسمها مذبحه يافا البشريه. نابليون هيروح عكا، هيعرف يخش عكا؟ مش هيعرف يخش عكا. ليه نابليون ما عرفش يخش عكا؟ تقول لي بسبب مقاومه اهلها بقياده احمد باشا الجزار وبسبب مساعده الاسطول الانجليزي لاهل عكا انه اداهم ومدوهم بالمؤن والذخائر. تمام. قلت لك ما العلاقه بين فشل نابليون في دخول عكا والاسطول الانجليزي؟ تقول لي العلاقه بينهم يا مستر ان فشل نابليون في دخول عكا بسبب مساعده الاسطول الانجليزي لاهل مدينه عكا. نابليون يا مستر خلاص لما فشل في دخول عكا والشام هيرجع تاني لمصر، وهو راجع لمصر يا مستر لقى قدامه الجيش العثماني اللي هو كان الحمله البحريه اللي جايه من جزيره رودس.
فهيروح لهم ابو قير وهتدور معركه اسمها ابو قير البريه. يبقى انت عندك معركه اسمها ابو قير البحريه وعندك معركه اسمها ابو قير البريه. تعال نعرف معركه ابو قير البريه دي ايه اللي حصل فيها. قال لك يا مستر دي اطرافها الحمله الفرنسيه بقياده نابليون ضد الاسطول العثماني، اللي هو الحمله البحريه يا مستر اللي كان جاي يا مستر من جزيره رودس. مش انا عرفت ان لما نابليون رايح الشام الدوله العثمانيه اتفقت مع انجلترا ومع روسيا انه يبقى ايد واحده ويطلعوا فرنسا من مصر؟ فعملوا حملتين، واحده بريه والثانيه بحريه. البحريه جايه من الشمال من البحر المتوسط من رودس، والبريه هتيجي منين؟ قلت لك هتيجي يا اخويا من خاطر الشرق من عند الشام. تمام. فعرفت اهو ان نابليون لما فشل في دخول الشام هيرجع تاني مصر، فقابلته الحمله يا مستر اللي كانت جايه من جزيره رودس، فهيحصل بينهم معركه اسمها ابو قير البريه. مين ومين؟ تقول لي الحمله الفرنسيه بقياده نابليون ضد قوات الاسطول العثماني. نتيجتها ايه؟ القوات العثمانيه خسروا يا مستر. يبقى ايه نتيجه ابو قير البريه؟ هزيمه القوات العثمانيه. ابوس ايدك فرق بين معركه ابو قير البحريه ومعركه ابو قير البريه. بحريه يعني كانت في البحر، بريه يعني كانت في البر على الارض، دي كانت في البحر. فرق بين البحريه والبريه. يبقى ايه نتيجه البريه؟ تقول لي هزيمه القوات العثمانيه. يبقى نتيجه ابو قير البريه هزيمه القوات العثمانيه. تمام، مفيش مشكله. بيقول لك يا مستر ولكن هيرحل نابليون من مصر. وخلي بالك بقى من حته هنا عشان دي مكتوبه غلط في كتاب الامتحان. فاكرين لما كنت بقول لكم على كتاب الامتحان في الدرس الاول في القارات العالم في الجغرافيا كان في غلطات؟ هنا برضه هيكون في غلطه. قال لك رحل نابليون عن مصر امتى؟ اثناء ابو قير البريه. هتلاقيها مكتوبه في كتاب الامتحان بعد ابو قير البريه، وهتلاقي المدرسين بيقول لك بعد. هي مش بعد. نابليون رحل عن مصر اثناء ابو قير البريه مش بعدها. يبقى نابليون هو هيمشي لوحده ويسيب مصر امتى؟ اثناء ابو قير البريه. قال لك قرر نابليون العوده لفرنسا سرا. ايه بص كده، هيرجع فرنسا سرا. ولا لو جيت قلت لك دلل يتشابه موقف دخول نابليون مصر مع موقف خروجه. ايه الشبه بين موقف دخول نابليون مصر مع موقف خروجه؟ تقول لي مثلا الاتنين شبه بعض. ان نابليون دخل مصر سرا وخرج من مصر سرا. يبقى دلل يتشابه موقف دخول نابليون مصر مع موقف خروجه من مصر. تقول لي انه دخل مصر سرا وخرج من مصر سرا. يبقى نابليون خرج من مصر اثناء ابو قير البريه وخرج منها سرا. ليه يا مستر نابليون هيرجع تاني فرنسا وهيسيب مصر؟ وليه اصلا خرج سرا؟ تقول لي بسبب تحالف الدول الاوروبيه ضد فرنسا. ان يا مستر نابليون جاله امر من فرنسا انه يسيب مصر ويجي، لان الدول الاوروبيه كانت متحالفه مع بعض ضد فرنسا وفي مشاكل وحروب في فرنسا. فنابليون خلاص هيسيب الحمله الفرنسيه وهيروح فين؟ فرنسا. يبقى يجي لك في الامتحان يقول لك بما تفسر. يعني ليه نابليون رحل عن مصر؟ ليه نابليون رحل عن مصر؟ تقول لي بسبب تحالف الدول الاوروبيه ضد فرنسا. بسبب ايه؟ تحالف الدول الاوروبيه ضد فرنسا. طب يا مستر مين اللي هيبقى قائد الحمله الفرنسيه بعد نابليون ما مشى؟ قال لك نابليون هيسيب القياده للنائب بتاعه اللي كان اسمه كليبر. يبقى مين القائد الاول للحمله الفرنسيه؟ نابليون. مين القائد الثاني للحمله الفرنسيه؟ كليبر. وهيبقى في واحد ثالث برضه اسمه مينو. يبقى انا بعد ما نابليون راح لمصر اللي هيمسك الحمله الفرنسيه كليبر. قال لك كليبر كان من انصار الجلاء من مصر. يعني كليبر ما كانش عايز يقعد في مصر يا مستر. كليبر كان عايز ياخد الجيش الفرنسي ويخرج من مصر بقى ويفكه من الاحتلال ده. يبقى كليبر ما كانش شبه نابليون. نابليون كان عايز يحتل مصر ويعمل قاعده ومستعمره في مصر. كليبر قال لك بقول لكم ايه، انا مش جاي معايا القعاد في مصر، انا عايز امشي واخرج من مصر. جلاء يعني خروج. قال لك كمان بسبب الاخطار اللي كانت بتهدد الحمله من كل جانب. كليبر لما يتولى قائد الحمله الفرنسيه عمال يبص كده يلاقي ان في اخطار من كل جانب بتهدد الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه مش هتنفع تقعد في مصر خالص، الموضوع بقى صعب. طب يا مستر دلل ايه هي الاخطار اللي كانت بتواجه الحمله الفرنسيه؟
ايه هي الحاجات اللي حصلت في الحمله الفرنسيه اللي مخليه كليبر بيقول مش هتنفع تقعد في مصر؟ قال لك تناقص ارسال عوده تجدد. تناقص عدد الجيش الفرنسي بسبب المعارك والحروب الداخليه والخارجيه. ان عدد الجيش الفرنسي يا مستر ابتدى ينقص لان عمال يحصل حروب، والحروب دي في ناس منهم بيموت، صح ولا لا؟ فخلاص الحمله الفرنسيه الجيش بتاعهم ابتدى يقل، فكليبر قال لك لا كده الحمله مش هتعرف تقعد في مصر عشان الجيش عدده قل. يبقى دلل تولى كليبر الحمله الفرنسيه لمصر والاخطار تهددها من كل جانب. اديني دليل ان كليبر لما تولى الحمله الفرنسيه الاخطار كانت بتهدد الحمله من كل جانب. تقول لي اول حاجه تناقص عدد الجيش الفرنسي بسبب الحروب اللي خاضتها داخليا وخارجيا، وكمان بسبب ارسال الدوله العثمانيه لحمله جديده في العريش ودمياط، فلسه تاني هيخشوا حروب تاني مع الدوله العثمانيه ويموت منهم ناس تاني. كمان يا مستر المماليك رجعوا تاني للمقاومه، فكده يا مستر كليبر قال يا لهوي ده انا كده هيقاومني المماليك وهيقاومني العثمانيين وهيقاومني الشعب المصري وهيقاومني انجلترا وهيقاومني روسيا، 5 عليا. انا فعلا 5 عليا فعلا، بس مش قصدي ان 5 عليا انا اقصد ان كليبر يعني بيقول كده فيه هيبقوا 5 عليا واقفين ايه؟ واقفين ضدي. تمام. كمان تجدد ثورات المصريين، ان المصريين ابتدوا يعملوا ثورات تانية يا مستر في الشرقيه وامتدت لوسط الدلتا. فكك من دي، خليها امتدادها وتجدد لوسط ثورات المصريين بس. يبقى خامس حاجه او رابع حاجه تجدد ثورات المصريين. عشان كده كليبر هيعمل تفاوض مع الدوله العثمانيه اللي عرفناها باتفاقيه العريش. كليبر يا مستر لما نابليون مشى تولى حمله فرنسيه، نابليون كليبر قال ايه؟ قال لك الحمله الفرنسيه دي مش هتنفع تقعد في مصر. ليه يا عم كليبر الحمله الفرنسيه مش هتنفع تقعد في مصر؟ قال لك والله يا اخويا في اخطار بتهدد الحمله الفرنسيه. ايه هي الاخطار دي؟ قال لك والله تناقص عدد الجيش الفرنسي، عدد الجيش بتاعي ناقص. كمان المماليك رجعوا للمقاومه. كمان الدوله العثمانيه بعدت حمله في العريش ودمياط. كمان المصريين بيعملوا ثورات، فانا مش هعرف الاحق على كل ده. فانا هعمل اتفاقيه مع الدوله العثمانيه اسمها اتفاقيه العريش، وهتفق معاهم ان انا اخرج منين؟ من مصر، وخلاص امشي من مصر وانهي الاحتلال ده. طب والله كويس يا عم كليبر، ده اللي احنا عايزينه، ما احنا عايزين ان انتوا تمشوا من مصر. يلا يا عم كليبر اعمل لنا اتفاقيه العريش. فهتحصل اتفاقيه اسمها اتفاقيه العريش عام 1800. ايه اسباب اتفاقيه العريش؟ يعني بما تفسر عقد اتفاقيه العريش. ليه عملوا اتفاقيه العريش؟ تقول لي ان ادرك كليبر استحاله بقاء الحمله في مصر. كليبر ادرك يعني عرف ان الحمله الفرنسيه استحاله خلاص تعرف تقعد في مصر، دي الدنيا بايظه خالص، فمش هينفع تقعد في مصر وتستمر في مصر. يبقى اتفاقيه العريش ايه اسبابها؟ يعني بما تفسر تقول لي اسبابها ادراك كليبر استحاله بقاء الحمله الفرنسيه في مصر بسبب الاخطار اللي بتهدد وجودها، اللي هي تناقص عدد الجيش وتشدد مقاومه المصريين ورجوع المماليك للمقاومه، كل ده. فقال لك خلاص الحمله الفرنسيه كده مش تنفع تقعد، فعمل اتفاقيه العريش. كمان ليها شروط. اتفقوا ان الحمله الفرنسيه تخرج بجنودها لفرنسا بس على نفقه الدوله العثمانيه. يعني كليبر قال لهم انت عايزيننا نسيب مصر ونمشي وننهي الاحتلال ده؟ قالوا له اه. قال لهم تمام انا همشي، بس انتوا اللي هتدفعوا لي فلوس السفر ده، هخرج من مصر على نفقه الدوله العثمانيه. يبقى اتفاقيه العريش كانت بين ومين؟ تقول لي الفرنسيين والعثمانيين. سنه كام؟ سنه 1800. ليه عملوا اتفاقيه العريش؟ يعني ايه اسباب اتفاقيه العريش؟ تقول لي ان ادرك كليبر استحاله بقاء الحمله الفرنسيه في مصر بسبب الاخطار اللي بتهدد وجودها. ايه شروطها؟ كليبر شرط انه عشان يخرج من مصر ويروح فرنسا هيخرج عن طريق نفقه الدوله العثمانيه، يعني هم اللي يحاسبوا على السفر ده. طب ايه نتيجتها يا مستر؟ قال لك فشلت المعاهده ولم تخرج الحمله الفرنسيه في مصر. ليه يا مستر فشل ليه؟ ما الراجل قال لهم انا همشي اهو، بس انتوا اللي تدفعوا لي الفلوس. قال لك ما اتدخلت انجلترا يا مستر وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب، فطبعا كليبر رفض. يعني ايه؟ كليبر قال لهم انتوا عايزين نطلع من مصر؟ اه هطلع بس على نفقتكم انتوا، على حسابكم انتوا اللي تدوني فلوس بتاعت السفر. نجحت المعاهده؟ فشلت. ليه؟ قال لك عشان انجلترا اتدخلت. قالت له ولا انت باشا مش هنديك فلوس وتسافر على نفقه الدوله العثمانيه، انت هتسلم نفسك كاسرى حرب. يعني اسرى حرب ده اللي هو بعد الحرب ما بتخلص الناس اللي بتتمسك دي، ده اسمه اسير حرب. ده انت هتسلم نفسك كاسرى حرب يا حبيب قلبي، انت مش هتطلع كده على نفقه الدوله العثمانيه، انت هتسلم نفسك يا كلب يا ذليل كاسرى حرب.
طبعا كليبر اتعصب وما وافقش على الكلام ده، ورفض كليبر انه يخرج من مصر، ورفض انه يسلم نفسه ويسلم جيشه، وكمان قال لهم بقى مش انتوا جاي معاكم بالحب، مش جاي معاكم بالحب خالص، يلا بينا بقى نتعاركوا. فقام جاي كليبر هاجم القوات العثمانيه بعد ما كان سمح ليهم بالدخول للقاهره، هاجمهم بقى تاني. مش انتوا بتقولوا انا عايزين انا اسلم نفسي واسلم الجيش بتاعي؟ طب والله ما انا طالع من مصر. وقام جاي مهاجمهم تاني بعد ما رجعهم القاهره، لا ده خرجهم منها تاني ورجعهم للشام للمره التانيه، وخرج لهم يرجعوا تاني. يبقى حصل اتفاقيه العريش. ليه؟ تقول لي كليبر لما مسك الحمله الفرنسيه لقى ان الحمله الفرنسيه مش هتنفع تقعد. ليه الحمله الفرنسيه مش هتنفع تقعد؟ تقول لي عشان لقى ان الاخطار بتهددها من كل جانب، وعرفنا ايه هي الاخطار: تناقص عدد الجيش، واشتداد مقاومه المصريين، ومسانده المماليك. طيب فكليبر هيعمل اتفاقيه اسمها اتفاقيه العريش عام 1800 بين الفرنسيين والعثمانيين. اسبابها انه ادرك كليبر استحاله بقاء الحمله في مصر، ادرك يعني عرف ان الحمله مش هينفع تقعد في مصر، فعمل اتفاقيه، بس شرط انه عشان يطلع هيطلع على حساب الدوله العثمانيه. نجحت المعاهده ولا فشلت؟ تقول لي فشلت. بسبب مين؟ بسبب انجلترا اتدخلت وقالت له انت هتسلم نفسك كأسرى حرب. فطبعا كليبر رفض وهاجم القوات العثمانيه ورجعهم تاني الشام. بص فاكر السؤالين دول؟ بيقول لك ماذا كان يحدث اذا قبلت بريطانيا اتفاقيه العريش؟ كان ايه اللي هيحصل لو بريطانيا قابلت اتفاقيه العريش وكانت وافقت ان الدوله العثمانيه هي اللي تدفع الفلوس وانجلترا تمشي وبريطانيا وفرنسا تمشي؟ هتقول يا مستر لو كانت بريطانيا وافقت على اتفاقيه العريش تقول لي خرجت الحمله الفرنسيه من مصر بعد معاهده العريش. لو كانت بريطانيا ما اتدخلتش واتكلمت كانت الحمله الفرنسيه طلعت يا مستر وخلاص. قال لك ما رايك في قرار كليبر بعقد معاهده العريش؟ طبعا وافق، لان ده يؤدي الى خروج الحمله الفرنسيه في مصر، وده يدل على ذكاء كليبر. كليبر قعد حسبها كده ورقه وقلم، لقى ان الحمله الفرنسيه مش تنفع تقعد في مصر، فقال لك انا هعمل معاهده العريش واطلع من مصر وخلاص. هيحصل يا مستر ثوره اسمها ثوره القاهره الثانيه. يبقى انت عندك معركه ابو قير البحريه وعندك معركه ابو قير البريه، عندك ثوره القاهره الاولى وعندك ثوره القاهره الثانيه. تعال نعرف ثوره القاهره الثانيه دي ايه اللي حصل فيها. قال لك دي كانت عام 1800، مركزها في حي بولاق، لكن ثوره القاهره الاولى كان مركزها جامع الازهر. دي ثوره القاهره الاولى. الثانيه كان مركزها حي بولاق. ايه احداثها؟ تقول لي ان قامت الثوره بزعامه السيد عمر مكرم. والنبي يا اخويا ثوره القاهره الثانيه كان زعيمها عمر مكرم. زعيم اسكندريه كان اسمه محمد قريم. فرق بين الاثنين، ده عمر مكرم ده محمد قريم. يبقى زعيم اسكندريه محمد قريم، قائد ثوره القاهره الثانيه اسمه عمر مكرم، وده كان نقيب الاشراف. واشتدت الثوره يا مستر في حي بولاق. ايه نتيجه ثوره القاهره الثانيه؟ فرق بين نتيجه ثوره القاهره الاولى ونتيجه ثوره القاهره الثانيه. نتيجه ثوره القاهره الثانيه اللي كانت بزعامه عمر مكرم اللي كانت في حي بولاق، نتيجتها ان الحمله الفرنسيه والقوات الفرنسيه اخمدت الثوره ودمرت حي بولاق. يعني خلاص هدت الثوره وكمان دمرت حي بولاق كله. كمان كليبر اشتد في فرض الغرائم والضربات وكمان صادر الاموال. ابتدى يفرض ضرائب واموال اكتر من اللي كان فرضها نابليون. يبقى ايه نتيجه ثوره القاهره الثانيه؟ تقول لي اخمدت القوات الفرنسيه الثوره ودمرت حي بولاق. في كليبر فرض الكثير من الاموال والضرائب. تمام. بص بقى كده بيقول لك ده اللي تشابهت سياسه نابليون مع كليبر في القضاء على ثورات المصريين. سياسه نابليون وكليبر كانوا شبه بعض لما كانوا بيحبوا يقضوا على ثوره المصريين. تقول لي حيث ان الاثنان استخدموا القوه والعنف لاخماد الثوره. يبقى كده فعلا مستر نابليون وكليبر شبه بعض في ثورات المصريين، ان الاثنين يا مستر لما كان بيحصل ثوره كانوا الاثنين بيستخدموا القوه والعنف. ولكن يا مستر الله يرحمك اخويا كليبر هيموت يا باشا. الله يرحمك يا كليبر، كان راجل جدع. قال لك كليبر هيموت لما هدت الاوضاع. جه كده واحد في الاستخبص اسمه سليمان الحلبي، ده كان طالب من طلاب الازهر وكان اصلا مش مصري، ده كان سوري بس كان بيدرس في الازهر الشريف، اسمه سليمان الحلبي. قتل يا مستر كليبر، وبعد كده سليمان الحلبي ده جابوه واعدموه عن طريق الخازوق. والله ما بهزر، دي كانت طريقه اعدام زمان، في اعدام شنق، في اعدام رمي بالرصاص زي اللي حصل في زعيم اسكندريه محمد قريم، وفي الاعدام اللي هو الخازوق ده. فسليمان الحلبي اتعدم عن طريق الخازوق. انا عارف انتوا هتقعدوا تهزروا بس والله ده اللي حصل.
يبقى كليبر قتل واحد اسمه سليمان الحلبي، قتل كليبر. سليمان الحلبي ده كان طالب في الازهر وكان سوري. تمام. فخلاص يا مستر كده كليبر مات، فهيتولى قياده الحمله الفرنسيه مينو. يبقى القائد الاول للحمله الفرنسيه نابليون. لما مشى جاء كليبر، ده القائد الثاني. لما كليبر مات جاء القائد الثالث والاخير اللي اسمه مينو. قال لك بعد مقتل كليبر تولى مينو قياده الحمله الفرنسيه. مينو كان ينوي الاقامه في مصر وتحويلها لمستعمره فرنسيه كبرى. يبقى كده مينو فكره وشخصيته زي نابليون وعكس كليبر. مينو يا مستر شبه نابليون وعكس كليبر. ازاي؟ ان مينو زي نابليون ان الاتنين كانوا دماغهم زي بعض، الاتنين كانوا ناويين يستمروا في مصر ويحولوا مصر لمستعمره فرنسيه كبرى. لكن الاتنين ما كانوش زي كليبر. كليبر ما كانش عايز يقعد في مصر، كليبر كان عايز يخرج من مصر. يبقى مينو شبه نابليون وعكس كليبر. يبقى مينو كان بينوي الإقامة في مصر ويحولها مستعمرة فرنسية كبرى. عشان كده عمل خطة إصلاحية، هيبتدي بقى يصلح مصر في كل المجالات زي الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. يبقى بعد مقتل كليبر مين اللي تولى قيادة الحملة الفرنسية؟ مينو. مينو كان عايز يمشي زي كليبر ولا يقعد زي نابليون؟ لا، كان عايز يقعد زي نابليون، فعمل إصلاحات في كل المجالات: زراعة، صناعة، تجارة، صحة، قضاء. تعالى بقى كده في الامتحان يجي يقول لك بتاع التاسع فين؟ اهي. يجي يقول لك ليه تولى مينو قيادة الحملة الفرنسية؟ تقول لي بسبب مقتل كليبر. تعالى بقى بيقول لك ما رأيك في إصدار مينو المشروع العظيم؟ ده اللي هنعرفوه بقى دلوقتي. مينو يا باشا ابتدى يعمل إصلاحات في الزراعة والصناعة والتجارة. موافق على الكلام ده؟ طبعا موافق إن مينو قام بإصلاحات في الزراعة والصناعة والتجارة وفي الصحة وفي القضاء. تعالى بقى بص كده معايا. قال لك هتخرج الحملة الفرنسية من مصر. ما هي كلمة جلاء يعني خروج اهي. قال لك جلاء يعني رحيل او خروج قوات الاحتلال عن البلد المحتل. يبقى جلاء يعني خروج البلد المحتلة عن البلد اللي محتلها. فرنسا محتلة مصر، يبقى جلاء فرنسا من مصر يعني خروج فرنسا من مصر. يبقى يعني ايه جلاء؟ هو رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل اللي هم محتلينها. قال لك هتخرج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801. ازاي؟ قال لك انجلترا بعتت اسطول حربي تاني، ده تالت كمان، في ابو قير. ابو قير بحريه، ابو قير بريه، وهتحصل واحده تانيه اسمها ابو قير عام 1801. يبقى ده تالت مره اهو. ليه؟ يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر، يعني ليه انجلترا بعتت اسطول حربي لابو قير عام 1801؟ تقول لي لاخراج الحمله الفرنسيه، واللي انضم من الاسطول ده الجيش العثماني. فكده خلاص فرنسا مش عارفه تقاوم، فاستسلمت يا مستر وغادرت من مصر. يبقى ازاي هتخرج الحمله الفرنسيه من مصر؟ قال لك خرجت عام 1801. ازاي؟ هتقول لي ان انجلترا بعتت اسطول حربي لابو قير واللي انضم ليه الجيش العثماني، ففرنسا يا مستر ما عرفتش تقاوم واستسلمت وغادرت من مصر. وخرجت الحمله الفرنسيه من مصر يا مستر في سبتمبر عام 1801. ليه خرجت الحمله الفرنسيه من مصر عام 1801؟ تقول لي بسبب ان انجلترا بعتت اسطول حربي لابو قير اللي انضم ليه الجيش العثماني، ففرنسا ما عرفتش تقاوم فاستسلمت وغادرت عن مصر. مستر طب اما الحمله الفرنسيه دي لما قعدت في مصر يا مستر فادتنا في حاجه؟ ايه هي نتائج الحمله الفرنسيه على مصر؟ اكتب عندها مهمه. ايه نتيجه بقى يا مستر وجود الحمله الفرنسيه في مصر دي؟ لما جم مصر عملوا ايه؟ قال لك نابليون زي ما عرفنا جاب معاه مجموعه من العلماء في مختلف المجالات. عشان كده الحمله الفرنسيه تركت اثار بعيده المدى. ازاي؟ قال لك ان الحمله الفرنسيه نما فيها الروح القوميه لدى المصريين. كمان بيقول لك تطور نظام الحكم والاداره. كمان علماء الحمله ابتدوا يعملوا اعمال كتير. تعال نمسكوا اول واحده. قال لك ان الحمله الفرنسيه ادت لنمو الروح القوميه للمصريين. ازاي؟ هتقول لي ان ظهر واضحا بعد خروج الحمله الفرنسيه من مصر لما المصريين اتمسكوا بحقوقهم في الحريه واختيار حاكمهم. طول عمر المصريين اي حد يحكمنا مش مهم، لكن لما فرنسا جت مصر فرنسا علمتنا ان يبقى في حريه وان احنا لازم احنا اللي نختار اللي هيحكمنا او يحكمنا. يبقى بعد خروج الحمله الفرنسيه من مصر ادى الى نمو الروح القوميه للمصريين، ان المصريين عرفوا حقوقهم في الحريه واختيار اللي هيحكمهم.
كمان الحملة الفرنسية وجهت أنظار الدول الأوروبية خاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي. لما فرنسا احتلت مصر يا مستر، كل الدول في أوروبا خاصة إنجلترا عرفوا أهمية موقع مصر، لأن فرنسا لما احتلت مصر يا مستر ده أثر على إنجلترا. إنجلترا عرفت إن أنا كده مصالحي في الهند هتقف، فكل الدول الأوروبية خاصة إنجلترا عرفوا أهمية موقع مصر خاصة بعد احتلال فرنسا ليها. يبقى من نتيجة الحملة الفرنسية على مصر إن الدول الأوروبية ابتدوا يوجهوا أنظارهم لمصر ويعرفوا أهمية مصر الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة مين؟ خاصة إنجلترا. كمان هيبتدوا ينظموا ويطوروا نظام الحكم والإدارة. إن نابليون قام بإنشاء الديوان العام وديوان الأقاليم وديوان القاهرة. نابليون هينشئ ديوان اسمه ديوان القاهرة وديوان العام وديوان الأقاليم. ليه؟ الحتة دي مهمة قوي. يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر قيام نابليون بإنشاء الديوان العام وديوان الأقاليم وديوان القاهرة. ليه نابليون أنشأ الدواوين دي؟ تقول لي بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين. هيدربهم على إيه؟ هتقول لي هيدربهم على نظام اسمه مجالس الشورى، من حيث الاستشارة وتلقي الآراء، إن هم يقعدوا مع بعض في مجلس أو في ديوان وكل واحد يقول رأيه. طبعا لما كل واحد يقول رأيه ده هيتلقوا آراء يا مستر، ده يقول رأيه وده يقول رأيه وده يقول رأيه، فالآراء دي هتكون كويسة، فده هيعود بالنفع على الأهالي يا مستر في المجالات المختلفة. يبقى نابليون أنشأ ديوان العام والأقاليم والقاهرة. ليه أنشأ الدواوين دي؟ يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر، يعني ليه نابليون أنشأ الدواوين؟ تقول لي بهدف تدريب العلماء والأعيان على نظام مجلس الشورى، بحيث الاستشارة وتلقي الآراء، كل واحد يقول رأيه يا مستر. وطبعا لما كل واحد يقول رأيه ده هيعود بالنفع على الأهالي في مختلف المجالات، إن كل واحد هيقول رأيه فهنعمله حاجة كويسة، فاللي هيستفيد الأهالي والمصريين. قال لك كمان الحملة الفرنسية يا مستر عملت أعمال كتير جدا. إن الحملة الفرنسية يا مستر حاولت تشق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. حاولوا يعملوا قناة زي قناة السويس يعني، لكن يا مستر المحاولة دي فشلت، وهتعرفها في ثالثة ثانوي إن فشلت بسبب خطأ في حساب منسوب مستوى البحر، وهم بيحسبوا مستوى منسوب البحر خطأوا في الحساب، فلما عملوا القناة دي وقعت. يبقى علماء الحملة الفرنسية حاولوا يعملوا قناة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط. علماء الحملة الفرنسية عملوا كتاب اسمه كتاب وصف مصر، وده بيتكلم عن مصر في كل نواحي الحياة وبيتكلم عن كل حاجة في مصر. يبقى علماء الحملة الفرنسية اللي جم مع نابليون حاولوا يعملوا قناة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وعملوا كتاب اسمه وصف مصر. وأهم حاجة عملوها إنهم اكتشفوا حجر رشيد، وده من أهم الأحجار اللي موجودة في مصر. وطبعا الحجر ده ما بقاش موجود في مصر بعد ما فرنسا اكتشفت حجر رشيد، واللي فك رموزه واحد اسمه شامبليون. حجر رشيد ده مهم جدا وفيه معلومات مهمة جدا. جت بعد ما فرنسا اكتشفته اللي خدوا منهم انجلترا بعد ما كسبوهم وبعتوهم الاسطول في ابو قير. مش قلت لك ان خلاص فرنسا خسرت وهتطلع من الحمله الفرنسيه من مصر عام 1801، واللي خرجتها انجلترا بالاسطول اللي بعتته. فبيقول لك بقى لما انجلترا كسبت فرنسا سرقوا منهم حجر رشيد، وحجر رشيد ده لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي موجود في بريطانيا في المتحف البريطاني للاسف. ولحد دلوقتي بالنادي وبنطالب برجوع حجر رشيد. حتى دكتور زاهي حواس بيتكلم عن الموضوع ده كتير، ان احنا من حقنا نرجعه حجر رشيد، بس مش عارفين نرجعه حجر رشيد، ولحد دلوقتي لسه موجود في المتحف البريطاني. كمان علماء الحمله الفرنسيه انشأوا المجمع العلمي. طيب ما النتائج المترتبه على اكتشاف حجر رشيد؟ اللي حصل لما علماء الحمله الفرنسيه اكتشفوا حجر رشيد تقول لي ادى الى التعرف على التاريخ المصري القديم. ان حجر رشيد ده مكتوب عليه معلومات مهمه جدا باللغه الهيروغليفيه، واللي فك رموزه عالم من علماء الحمله الفرنسيه كان اسمه شامبليون. فلما فك رموز والكتابه الهيروغليفيه دي عرفنا التاريخ المصري القديم كله بسبب حجر رشيد ده. فيجي لك في الامتحان يقول لك ما النتائج المترتبه على اكتشاف حجر رشيد؟ اللي حصل لما علماء الحمله الفرنسيه اكتشفوا حجر رشيد تقول لي ادى الى التعرف على التاريخ المصري القديم. تمام. وقلت لك اللي فك رموزه واحد اسمه شامبليون. قال لك كمان يا مستر الحمله الفرنسيه كان ليها اثار اجتماعيه وكان ليها اثار اقتصاديه. ازاي؟ تقول لي ان اهتم الفرنسيون بوضع مشروعات لاصلاح كل المجالات في مصر. اهتموا بالزراعه واهتموا بالصناعه واهتموا بالتجاره واهتموا بالصحه العامه.
فيجي لك في الامتحان شايف الجمله دي، اكتب لي قبلها كده دلل واحفظها صم. يجي يقول لك في الامتحان دلل، يعني اديني دليل ان الحمله الفرنسيه كان ليها اثر ايجابي يعني كويس على الاقتصاد والاجتماع بتاع مصر. تقول لي فعلا يا مستر اثرت كويس على المجتمع والاقتصاد مصر انهم اهتموا بالزراعه والصناعه والتجاره والصحه. ازاي اهتموا بالزراعه؟ قال لك ان تم تنويع المحاصيل الزراعيه، ابتدوا ينوعوا المحاصيل، يزرعوا محاصيل كتير ومتنوعه، ويهتموا بمشاريع الري. الدوله العثمانيه ما كانتش بتعمل كده. فاكر لما قلت لك احوال مصر ايام الدوله العثمانيه في الزراعه؟ قلت لك ان احوال مصر ايام الدوله العثمانيه ان الزراعه في مصر كانت متدهوره بسبب ان الدوله العثمانيه طبقت نظام حق الانتفاع ونظام الالتزام، وما كانوش بيهتموا بالري ولا بالقناطر ولا بالسدود. فرنسا بقى ما عملتش كده، فرنسا اهتمت بالزراعه في مصر ونوعت المحاصيل الزراعيه واهتمت بمشاريع الري، يعني عكس الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه ذات نفسها ما كانتش بتهتم، الفرنسيين هم اللي اهتموا لنا بالزراعه بتاعتنا. كمان الصناعه، اهتموا بالصناعه. ايام الحمله الفرنسيه، ايام الدوله العثمانيه الصناعه في مصر كانت وحشه. قال لك لا، ايام بقى الحمله الفرنسيه الصناعه في مصر كانت كويسه. ان الفرنسيين يا مستر عملوا مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقه زي الساعات والدباغه وصناعه حروف الطباعه، ان انت تطبع على الورق. يبقى عملوا لنا مصانع نسيج، دباغه، حروف طباعه، صناعات دقيقه. التجاره يا مستر اهتموا بالتجاره انه فتحوا اسواق لمصر في بلاد البحر الاحمر ودارفور في السودان والحبشه وبلاد الشام في افريقيا وبلاد شمال افريقيا. يبقى الحمله الفرنسيه اهتمت بالزراعه. ازاي الحمله الفرنسيه اهتمت بالزراعه؟ تقول لي الحمله الفرنسيه اهتمت بالزراعه ان اهتمت ونوعت المحاصيل الزراعيه واهتمت بمشاريع الري. طب ازاي اهتمت بالصناعه؟ هتقول لي انشات مصانع للنسيج والصناعات الدقيقه وحروف الطباعه والدباغه. ازاي اهتمت بالتجاره؟ هتقول لي فتحت اسواق خارجيه لمصر عشان تبيع منتجات مصر بره. هتعمل الاسواق دي فين؟ تقول لي في بلاد البحر الاحمر ودارفور اللي في السودان والحبشه وبلاد شمال افريقيا اللي هي تونس والجزائر والمغرب. يبقى هيهتموا بالتجاره انه هيفتحوا اسواق خارجيه لمصر في بلاد البحر الاحمر ودارفور وشمال افريقيا والحبشه. هيهتموا بالصحه ان الفرنسيين انشأوا حاجه اسمها المحاجر الصحيه، عملوها في القاهره والعديد من المدن. المحاجر الصحيه دي زي المستوصف كده. يبقى مصر الحمله الفرنسيه كان ليها اثار ايجابيه اقتصاديه واجتماعيه. ازاي كان ليها اثار ايجابيه اقتصاديه واجتماعيه؟ تقول لي ان اهتموا بالزراعه والصناعه والتجاره والصحه. ازاي اهتموا بالزراعه؟ تقول لي نوعت المحاصيل الزراعيه واهتموا بالري. ازاي فرنسا اهتمت بالصناعه في مصر؟ هتقول لي انشأوا مصانع للنسيج والصناعه الدقيقه والدباغه وحروف الطباعه. ازاي اهتموا بالتجاره؟ تقول لي فتحوا اسواق خارجيه لمصر في بلاد البحر الاحمر ودارفور في السودان والحبشه. ازاي اهتموا بالصحه العامه؟ تقول لي ان الفرنسيين انشأوا المحاجر الصحيه في القاهره والعديد من المدن. وادي يا باشا كده يكون الدرس خلص عندك. في حاجه بس انا عايز اقولها لك عشان نسيت اقولها. فاكر ابو قير؟ ابو قير البحريه، اكتب لي كده عند ابو قير البحريه ان ابو قير البحريه دي كانت بدايه النهايه للحمله الفرنسيه. يجي يقول لك في الامتحان دلل ابو قير البحريه كانت بدايه النهايه للحمله الفرنسيه. تقول لي اه يا مستر فعلا كانت بدايه النهايه للحمله الفرنسيه. بدايه النهايه يعني كانت لسه بادئه وفي نفس الوقت انتهت. ازاي يا مستر؟ تقول لي كانت بدايه النهايه للحمله الفرنسيه حيث ان تحطم واغرق الاسطول الفرنسي وحاصر الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه وحرمان الحمله من امدادات فرنسا له والقضاء على امال فرنسا في السيطره على البحر المتوسط، والجنود الفرنسيون شعروا بانهم محاصرون داخل مصر وتوقفت حركه التجاره الخارجيه لمصر. تمام يا محترم؟ يبقى ابو قير البحريه تعتبر بدايه النهايه للحمله الفرنسيه. دلل هتقوم جاي قايل لي النتيجه بتاعت ابو قير الايه؟ البحريه. يبقى انا دلل ابو قير البحريه كانت بدايه النهايه للحمله الفرنسيه. يعني بدايه النهايه يعني كانت لسه بادئه وفي نفس الوقت قربت تنتهي. هتقول لي نتائج ابو قير البحريه اللي هم دول. كده انت باشا الدرس بتاعك خلص، الواجب بتاعك تمام هتحله. السؤال اللي هيقف معاك هتخش تكلمني هقول لك الاجابه بتاعته. الحصه الجديده مش هتفتح معاك غير لما تكون مصور الواجب وبعته لي وتكون حل الامتحان اللي هعمله لك على الدرس ده. يبقى انت عشان الحصه الجايه تفتح معاك لازم تحل الواجب وتصوره لي وتبعته لي، ولازم تخش تمتحن على الدرس ده. تمام؟ في اي مشكله؟ السلام عليكم.